مرحبا جايز، شلونكم؟ ريف بايك وفيديو جديد. طبعا اعرف كل زين، اعرف انه طولت عليكم وما نزلت حلقه مع الريف بايك، بس مثل ما يقول المثل من طول الغيبات جاب الاتش 2 مو جاب الغنايم. ان شاء الله الدراجه معدله تعديل يعني من النمره للنمره حرفيا، شكلها ما يبشر بخير. ما دام التانك ما موجود ماكو، شكلها ما يبشر بخير ابد. اوكي، هاي الدراجه كشكل خارجي. هسه راح نجي نحكي لكم على الاتش 2 الستوك شلون تجي. الاتش 2 الستوك 4 سلندر سوبر تشارج 223 حصان تقريبا، وبيها نسخه ثانيه اسمها اتش 2 ار، مو اتش 2 عاديه. الاتش 2 ار اخر نسخه نزلت من عندها كانت ب 326 حصان اتوقع. الاتش 2 ار هي ذيك التوب سبيد مالتها 400 كيلومتر، مو هاي واحد، هاي مقفوله الكترونيا 300. الاتش 2 ار هي ذيك اللي بتركيا اللي وصلت 400 كيلومتر. طبعا الدراجه وهي ستوك ما حد يندق بيها، فما بالك اذا تزودت مثل هاي. هسه نبدا نحكي لكم على التزويد. طبعا الدراجه بها مدخلين للهواء، بس هو المدخل الحقيقي هذا مدخل حقيقي، وبي مجرى من هناك رايح للشوته. هذا المدخل بس شكل، ويعني مسدود من جوا، بس حاطينه شكل حتى يكمل. هسه من راح يدخل الهواء، يمشي هذا المجرى مالته من هنا ويطب للسوبر شارج. طبعا هذاك السوبر شارج مالته اللي لونه احمر، ما اعرف هسه هو مبين لا. يدخل الهواء من هنا يروح للشوته، الشوته مزود سبرنت، بعدين يروح للسوبر شارج. السوبر شارج معدل الدشالي مالته، الدشالي اللي هي مسننات، خافك واحد عربي يشاهدنا، فاحنا المسننات نصح لها دشالي. طلع الهواء من السوبر شارج طب للماكينه. هسه طلع الهواء المضغوط من السوبر شارج راح يطب للماكينه، بس قبل لا يطب للماكينه اكو هيد معدل على الدراجه. الهيد اللي هو احنا نسميه الكور، الهيد اللي معدله ماخذه من دراجه اتش 2 ار، هذيك مال الحلبات اللي سولفت لكم عليها. طبعا الهيد مال الاتش 2 ار يختلف عن الاتش 2 العاديه من حيث الكام شيفت، من حيث الصمامات، من حيث السبرنجات مالاته، يعني كل شيء يختلف به. يطلع من السوبر يطب لهذا الانتيك. هذا الانتيك الميزه مالته انه هو فافون او الومنيوم، فيعني راح يقدر يبرد الهواء اللي طالع من السوبر شارج، يعني هسه بارد. وهو هذا نفس الانتركولر. هاي هنا تجي المسطره مال البنزين، هنا الانجكترات. طبعا الانجكترات يجين بالانتيك، وجوا الثروتل هم يجين انجكترات. فيعني عندك هنا 4 نوزلات، وجوا هم 4 نوزلات، يعني 8 نوزلات. طبعا عليها بلو اوف فالف مثل مال التيربو اللي هو هذا، بس باعوا شكله صغير كتكوت. طبعا الدراجه التانك كفر مالتها شايله ومخلي لها تانك صغير على مود تكون وضعيه تخفيف وزن الى ابعد الحدود. طبعا الدراجه عليها اكزوست كامل مال اتش 2 ار من الهدارز لحد ما يطلع للدبه، كله اتش 2 ار. وللمعلومه ترى الاكزوست من عدله كان قصده انه مو بس يطلع غاز العادم بشكل اسرع، لا، الاكزوست المعدل يجي اخف من الستوك. طبعا هسه خلينا نجي على نظام نقل الحركه. نظام نقل الحركه شو مسوي بيه؟ طبعا عندكم هاي البكره اللي طالعه من الجير معدله، البكره هاي هم معدله من شركه فورتكس، طبعا عليها زنجيل من شركه اي كي. واكيد الدراجه ستوك عليها كويك شيفتر. شنو هو الكويك شيفتر؟ الكويك شيفتر هو اللي يخليك تبدل غيارات من غير كلتش حتى تكون العمليه اسرع. الدراجه عليها هاوزن او اللي هو السوينج ارم الطويل، يعني غير عن البلادي يجي تقريبا التاير يكون جوا الذيل، هذا طالع برا الذيل. شنو فائدته هذا السوينج ارم الطويل او الهاوزن؟ انه هو يخلي الدراجه يعني صعب وتعلق، هي تقريبا على هذا الهاوزن وهم تعلق، بس تعلق اقل من لما تكون الهاوزن مالها ستوك. دراجه اكيد وهيك باور تحتاج تايرات سمسلك هذا مال الادراج. لك بزون جابك هنا شرد البزون. طبعا دراجه بريكاتها اساسيه ستوك برومبو، اللي قدام ديسكين والكاليبر 4 بساتين، ولي ورا ديسك واحد صغير، والكاليبر بيه بستمين. طبعا دراجه ستوك اكيد بيها اي بي اس وبيها تراكشن كنترول. طبعا دراجه بس تباوع من هنا تلقى هاي الديسك الصغير بيه فتحات، هاي يعني بيها اي بي اس. طبعا الدراجه كلها كاربون فايبر، يعني مخففه بشكل مو طبيعي. هاي وين ما تروح كاربون فايبر، هذا كربون. طبعا المرايات شايلها على مود الايروداينامكس مال الدراجه، طبعا يعني كله كربون فايبر. هذا بلاستيك مو كربون فايبر، هذا كربون فايبر الجناح من جوا كربون فايبر. هذا السب فريم مالته هم يكون كربون فايبر معدل مو ستوك.
السب فريم اللي هو يشيل الكرسي والذيل مال الدراجه. طبعا المميز بالاتش 2 يجي بيها الشاصه مالتها، هذا باعوه بواري، مو حديده هاي الاربع اصابع الكبيره، لا بواري. ذاك الشاصه الاعتياد الاربع اصابع يجي، هذاك ثقيل، هذا اخف من عنده وحتى شكلها يعني طالع حلو. طبعا دراجه عليها تهبيطه خلفي، تهبيطه امامي. هاي التهبيطه مالته شنو فكرتها؟ انه يخلي لك حبل من هنا، هذا باعوه من الجهه الثانيه، هذا حبل، ومن هنا تلزمه، وين هذا هو تلزمه تجره وتهبط الدراجه بحيث البوز مالتها ينزل. هذا البوز ينزل بعد اكثر. طبعا الدراجه من تهبطها راح تحتاج ستان اصغر، يعني الطول مالته يكون اصغر من الستوك. ليش؟ لان ارتفاع الدراجه راح ينزل، فاذا تعوف الستاند مالتها ستوك دراجه ما راح تقدر توقف، راح تكون مايله الى غاد اكثر. وطبعا هنا اكو دامبر، هذا اللي يخلي الستيرن ثقيل او خفيف انت تتحكم به، بحيث ما يصير عندك ديث وبل او التانك سليبر. وهنا عندك جيتش مال الاي اف ار، بس هنا مغوش ما ادري ليش بماي جوا. عموما هذا عداد الاي اف ار يكون مربوط بحساس ويا الاكزوست. هذا هو الحساس، شوفوه يسمونه اكسجين سنسر. طبعا الدراجه ما راح اقدر اشغلها لان السويتش مالتها مو موجود عندنا، وراح اشوفكم الدوسات مالتها وهي غير دراجات. طبعا الدراجه من برا شكلها مرعب، هذا منظر التانك الصغير مسوي الدراجه شيء خيالي صراحه. طبعا مثل ما قلت لكم هي ستوك تجي 223 حصان تقريبا، الاتش 2 العاديه. ورا هذا التزويد كله صارت بحدود ل 300 حصان. طبعا 300 حصان على دراجه يعني شيء مو عادي نهائيا، يعني الباور تو ويت ريشيو مالتها عابره الواحد، واحد وشويه. هي وزنها ستوك 235 كيلو. ورا هاي التعديلات اكيد الوزن مالتها خف، وعدد الاحصنه مالتها اكثر من الوزن، فيعني هاي الخلطه راح تطلع لك طياره مو دراجه. وصلنا لنهاية الحلقة، إن شاء الله تكون عجبتكم. انطونا رأيكم بالتعليقات، وجهزوا نفسكم برمضان الحلقات والصواريخ، أتوقع ما حد مصورها غيري. وخلي ببالكم ترى هذا رمضان ما ناوي على خير، فخليكم مستعدين الحلقة الجاية. وفي مان الله.